السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول بدايتنا هنبدا نصمم الجوريزم. ده متعمد ان يكون قانون سهل بدايتنا، لان انا مش عايزك تفكر في القانون ذات نفسه، انا عايزك تفكر في الطريقه اللي هنشتغل بيها. في السيشن دي هنكبر الموضوع شويه. اللي احنا عملناه في السيشن اللي فات قلنا كان مثال بسيط. قبل ما نتكلم على المشكله اللي هنبدا نشتغل عليها، حابب اشرح لك حاجه بسيطه كده في الماس لو انت مش عارف، اسمها سيجما نوتيشن او سميشن اللي هو التجميع. احنا هنعمل الجوريزم لحساب حاجه اسمها الستاندرد ديفيجن او الانحراف المعياري. انا كده عملت الجوريزم لحساب الانحراف المعياري. تعالوا ننقل على الحته اللي فيها فلوت شارت بقى في النص، عشان احنا هنا هنكتب يعني هنعمل شغل. خلينا اشرح لك الحته دي كده. الاي بادئه بزيرو، فدخلنا خدنا الان وليكن الان ب5. خلي بالك اللي احنا بنعمله ده والله لا يقل اهميه عن كتابه الكود في النهايه. الهدف في الاخر انك اصلا توصل لمرحله وانت بتكتب كود انت ما بتفكرش. احنا عارفين ان في حاجه اسمها اوبتمايزيشن للكود، ان انا بعد ما اكتب كود ابدا احسن فيه. طب ما ايه رايك ما نحسن قبل ما نكتب كود؟ انا هعمل الكود بالجافا سكريبت زي ما اتفقنا، انت تعمله باي حاجه مش هتفرق. جرب الحته دي قبل ما نكمل، مفيش مشاكل. اول حاجه هي قيمه ان، هنقول له مثلا 3. انا عايز 3 ارقام، الاولاني اهو 1. وخلينا بقى ايه نركز في الكلمتين دول. الجزء اللي جاي هو الجزء الخاص بتحليل الالجوريزمز، بس زي ما قلت سابقا مرارا وتكرارا مش محتاج حد عبقري، محتاج برضو حد يرتب دماغه. وعشان نفهم الطريقه دي انا محتاج ارجع شويه معاك كده لورا، اشرح لك شويه حاجات في الماس. نتكلم في حاجه في التفاضل والتكامل او ما يعرف باسم الكالكولوس، حاجه اسمها الفانكشن. بيزكس بسيطه سهله ما فيهاش اي كلام مكلكع. النتيجه بتاعه الفانكشن دي عمرها ما هتبقى حاجه سالب. الحته اللي جايه بقى دي اهم من كل اللي فات. هنتكلم على حاجه اسمها ليميتس. يعني في فانكشنز انا عايز اعرف الليميتس بتاعها عند رقم، لان هي اساسا ما بتوصلوش. السيشن دي هنبدا نتكلم على الاو نوتيشن. ده الكلام الفورمال، اسيمبتوتيكلي ايكويفالنت كذا 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 كذا. ده الكلام الفورمال. احنا بينا وبين بعض بقى الناس الطبيعيه في الشغل ما بنقولش كده، احنا بنقول على طول ان دي او ان سكوير. الكيرف ده مقرب من الواي، ده معناه ان عند اي قيمه الاكس هلاقي قيمه واي اكبر بكتير. انا ما يهمنيش الفاليوز اللي هي عند ان برقم صغير، انا عايز ان عند رقم بعيد ما اعرفش كام. يعني انا قعدت اعمل زوم كده، زوم 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 زوم. طيب احنا السورتنج او ترتيب البيانات دي من الحاجات الأساسية عندنا في الكمبيوتر أو في الدنيا عموما. يعني ترتيب البيانات ده عموما سواء في الكمبيوتر أو بره الكمبيوتر دي حاجة من الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها أيا كان. سيرشن سورت، ميرج سورت، كويك كاونتنج، سيلكشن، بابل، ريدكس، باكيت، هيب. اللفة الثالثة أخده وأرجع أعمل وهكذا. ده الشكل الإيه التوضيحي. مش اللي أنا بعمله ده اللي أنت شايفه ده الأرقام اللي أنا كاتبها دي عشان نعمل تريس للشغل بتاعي، عشان أبقى شايف كويس أنا عند أنهي إندكس والفاليوز وكل الكلام ده كله ابقى شايفه كده معايا. الخطوه الرابعه برنت الاكس. خلاص اطبع لنا الاكس بقى كده ايه تمام وتشيك. 1 3 4 5 9. انا مش عايز اطول اكتر من كده في الكود، تمام. كل اللي كان يهمني انا قلته. هنا انا هبدا اعمل اناليسيز للالجوريزم ده واشوف هو تبع انهي كومبلكسيتي كلاس بالظبط. بس انا في الاخر هي الاوردر بتاعها ايه هيطلع ان سكوير. حسب اللغه بتاعتك برضو، في لغات بتسمح لك ان انت تعمل بوينترز اصلا بنفسك، او لا هي اللي بتعمل البوينترز بنفسها. بس في الاخر هو موجود في كل اللغات تقريبا. يروح نادي الفاكتوريال تاني ومديها 2 بقى، عمل ستاك فريم ب2. خش وصلنا البيس كيس، لا انت الفاكتوريال تاني ونقص 1. هنا لا انا مش مضطر اعمل كده، واشرح لك ازاي. احنا لسه كل ده ما كلناش الميرج بيتم ازاي. لما نتكلم الصوره العامه للميرج صورته كله على بعض، لو كانت اصغر في اي مرحله من المراحل دي كانت راحت. هي كده 100% اكبر من كل اللي فات، حطها في اخر حاجه. انا بحب اسمي التسميات اسامي واضحه، ولا ار ولا اي ولا بي ولا دي ولا الكلام ده. اسامي واضحه عشان وانا بقرا الكود اكون فاهم. لكن السي شارب بتعمل كده من وراك، بتبعت البوينتر بتاع الاري، ما بتبعتش الفاليو بتاعت الاري. 3 5 7 8 9 54 65. الكود اللي احنا عملناه الحمد لله شغال كويس. كل الالجوريزمز اللي هنتعرض لها دي هتاخد منها افكار ان شاء الله هتطبقها في اكواد مختلفه. ارجع للكلام اللي احنا قلناه على هذه الطريقه، هتلاقي ان كله تقريبي، وده كلام اكاديمي مش كلام عوام. ده مش كلام عوام الناس، ده كلام جمهور العلماء اتفقوا على الموضوع ده. انا كده حولت الالجوريزم لكالكولس فانكشن. يبقى النهايه اخر حاجه نقدر نقولها ان لوج ان. بس نشوفكم في السيشن الجاي ان شاء الله.